السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما يا عزيزي المشاهد بتقع كده في سيناريو وانت بتطور الرامات بتاعتك ان دايما بتسمع مقولة لازم تجيب رامات من نفس نوع الشركة اللي انت شاريها. يعني بالمعنى الاصح لو انت معاك رامة قطعة 8 جيجا من نوع هايبر اكس او من شركة هايبر اكس، دايما لما بتيجي تطور او بتيجي مثلا ربنا يكرمك وعايز تعلي مثلا ل 16 جيجا، دايما وانت بتنزل تشتري يقولوا لك جيب رامات من نفس النوع بتاعك او من نفس الشركة. هل الكلام ده صح؟ وهل لو احنا جبنا من شركة تانية هيحصل مشاكل؟ بالمعنى الاصح اللي احنا هنثبت المتغيرات اللي هي التردد والسي ال وكل حاجه، ولكن هنجيب رامتين من شركتين مختلفتين تماما وهنجربهم مع بعض، وهل هيبقى في مشاكل فعلا وهيبقى في عدم استقرار؟ ومش هنجرب بس قطعتين من الرامات، احنا هنجرب 4 قطع من الرامات. يعني بالمعنى الاصح هنجيب رامات من تي فورس او من اللي هي تيم جروب او من شركه تيم جروب اللي هي التي فورس، ودي رامات ار جي بي، وهنجيب رامات عاديه خالص من نوع الباتريوت اللي هي بالشكل دوت كده، وهنجربهم مع بعض. وهل هيبقى في مشاكل؟ وهنجربهم بكل السيناريوهات المختلفه اللي ممكن تحصل معاك. يعني مره هنجرب مثلا قطعه من دي في السنجل تشانل وقطعه من دي في السنجل تشانل الثانيه وهنشوف هيحصل اي مشاكل، ومره مع الدول تشانل وهنشوف هتحصل اي مشاكل ولا لا. يعني بالمعنى الاصح كده هنقعد نلعب لحد ما نشوف هيحصل فعلا مشاكل ولا لا، ومع كل تجربه هنعمل ستريس تيست للرامات وهنشوف هيظهر معانا اي مشاكل ولا لا. وبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو ونشوف هل التجربه دي فعلا صح ولا لا، وهل فعلا كلام الناس صح اللي انت لازم تجيب رامات من نفس نوع الشركه اللي عندك، ولا ينفع ان انت تجيب من كذا نوع شركه ومش هيحصل اي مشاكل. فبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو. وحابب اقول لك يا عزيزي المشاهد ان نصيحه اوليه قبل ما تبدا تفكر ان انت تشتري رامات، وهو اللي انت دايما تثبت العوامل المتغيره الكتير. يعني بالمعنى الاصح لو انت هتغير مثلا في نوع الشركه اللي انت تشتريها، حاول ان انت تثبت بقيه المواصفات. يعني مثلا الرامه دي 3200 هرتز والرامه دي 3200 هرتز، فما تحاولش ان انت تجيب رامات مختلفه في التردد، تمام؟ ويستحسن ان انت تعمل الحوار ده مع شركه انتل او مع المعالجات بتاعه انتل، لان معالجات اي ام دي ممكن تعمل معاك مشاكل وكمان يعني مش هتبقى مستقره الى حد ما. فيستحسن ان انت لو اي ام دي لا جيب شركه نفس الشركه وجيب نفس الحاجه، وحاول ان انت تثبت الموضوع ده، لان انتل بتبقى سلسه ومتقبله الموضوع ده اكتر من اي ام دي، ودي اول حاجه كده تحطها في الاعتبار. فخلينا بقى نبدا في التجربه العمليه. فدلوقتي احنا هنبدا نجرب اول تجربه لينا، وهي اللي احنا نجرب قطعه من الرامه دي اللي هي الفايبر او الباتريوت وقطعه من رامات التيم جروب، وهنجربهم مع بعض مره مع الاثنين في سنجل تشانل، يعني الاثنين اصلا مش دول تشانل، ومره مع الدول تشانل. فخلينا نبدا على طول. انا هنا في اول تجربه، وهي اللي احنا هنجرب اول حاجه الرامه الباتريوت اللي هي الفايبر مع الرامه اللي من تيم جروب اللي هي التي فورس، تمام؟ فهنجرب اول حاجه اللي هو السنجل تشانل اللي هما الاثنين جنب بعض على طول، مش هنجرب الدول تشانل، وهنشوف كده هل الجهاز هيفتح ولا هيبقى فيه اي مشاكل. واعذرني على التراب ده، هنبقى نعمل حلقه ازاي تنظف الجهاز بتاعك، ولكن مش دلوقتي، الجهاز فعلا محتاج يتنظف. فخلينا نجرب ونقيد الجهاز ونشوف ايه اللي هيحصل مع بعض. فزي ما انت شايف هنقيد الباور، وبعد كده هندوس على زرار الباور ونستنى لحد ما الجهاز يفتح. فاول حاجه ملاحظها ان البورده بدات تلعب زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، فانا اعتقد ان هو مش هيفتح اصلا، تمام؟ فزي ما انت شايف حتى لمبه الديباج عماله تقلب ما بين الرامه. وبص هو انت خلاص مش محتاج ان انا اشرح لك، يعني انت سمعت صوت الرامات ذات نفسك، فاتمنى ان انا تكون سامع الصوت. احاول اقرب لك المايك، تمام؟ ثانيه واحده. فدي المحاوله الثانيه ان هو يفتح، وانا اعتقد برده مش هيفتح. وزي ما انت شايف لمبه الديباج، فبص يعني مش محتاج. ففي المرحله دي كل اللي هنعمله اللي احنا هنحاول اللي احنا ننظف الرامات الاول، تمام؟ وننظف مكان الرامات، وبعد كده هنرجع نركبهم تاني، تمام؟ فخلينا ننظف الرامات ونرجع تاني نشوف هل هتشتغل ولا لا. خلينا نحاول معاها كذا مره يعني، تمام؟ فالتجربه الاولى ما نفعتش، تمام؟ يعني اللي احنا نجرب الموضوع دايركت ما نفعش، فخلينا نرجع ويعني ننظف الرامات ونجي لكم تاني. وعزيزي المشاهد الطريقه اللي انت المفروض تنظف بيها الرامات ودي الطبيعيه، تمام؟ اللي هي اللي انت تستخدم سائل الاقايل اللي هو بالشكل دوت اللي هو الازرق، تمام؟ ما تستخدمش الاحمر، لان الاحمر ده زيت مش سائل مجفف زي ده كده، او السائل بيتجفف يعني على طول، تمام؟ وتستخدمه بالبساطه جدا ان انت ترش كده على السنون او اللي هي الحته الصفراء بتاعه الرامه، تمام؟ وتبخ عليها كده، وبعد كده تمسحها بمنديل عادي جدا، تمام؟ بالشكل دوت كده، وبعد كده نمسحها عادي جدا مفيش اي مشاكل، ونخلي دي كده. وبرده الرامه الفايبر او اللي هي الباتريوت، اوكي everything is good. وبعد كده هنحط الرامات تاني ونجرب للتجربه الثانيه. فيلا بينا نجرب ونشوف النتيجه. وهنا احنا ركبنا الرامات للتجربه الثانيه بعد ما نضفنا الرامات، وهنقيد الجهاز وهنشوف ايه اللي هيحصل. فخلينا نقيد الباور سبلاي ونجرب نقيد والتجربه الثانيه. ولمبه الديباج معانا زي ما انت شايف بالشكل دوت كده واقفه عند الدي رام، تمام؟ وبعد كده الفيجا، والجهاز فتح معانا زي ما انت سامع كده، و everything is perfect. فخلينا
نحاول نقفل الجهاز ونخش على البايوس. تمام. فبعض الاحيان في المشكله بتاعت الرامات ان هي بتبقى محتاجه تتنضف، فانت ممكن لو نضفتها تشتغل معاك زي الفل ومش هيحصل اي مشاكل. فزي ما انت شايف خلينا بس نخش على البايوس، وزي ما انت شايف هنا جاب لك بايوس هاز بين ريسيت. تمام. فتدوس اوكي. تمام. اللي هو عمل ريسيت للبايوس. فهنا زي ما انت شايف الرامات ستيبل عادي جدا، ادفانسد ميموري سيتنجز. تمام. وزي ما انت شايف هنا احنا مش مفعلين خيار الاكس ام بي، زي ما انت شايف كده الرامات مش معمول لها كسر سرعه اللي هي المفروض تجيب 3200. تمام. فيعتبر الدنيا كده زي الفل. وبعد كده هنخرج وهنجرب تيست مره بالاكس ام بي ومره من غير الاكس ام بي على نفس الحال ده بالشكل دوت كده. فخلينا نجرب التيست ونشوف النتيجه مع بعض. تمام. فانا هفتح واجرب التيست. يلا بينا نستنى لحد ما الجهاز يفتح. زي ما انت شايف عزيزي المشاهد الجهاز فتح بدون اي مشاكل. وهنجيب التاسك مانجر والبرفورمانس، وفي الميموري هتلاقي زي ما انت شايف كده ان هو قرا 16 جيجا رامات زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، وقرا على التردد الاقل اللي هو 2400. وفي السي بي يو زد زي ما انت شايف معانا برنامج السي بي يو زد هنا، خلينا نفتحه كده بالشكل دوت كده. زي ما انت شايف عزيزي المشاهد اول ما يفتح معاك هيفتح معاك بالشكل دوت كده. هتروح على الميموري زي ما انت شايف هتلاقيه قاري الميموري ان هي سنجل تشانل مش دول تشانل. تمام. وفي السبيد بتاعه الميموري هتلاقيه ان هو قاري في السلوت 3 اللي هي الرام التيم جروب اللي هي الار جي بي، ومعاك هنا هي من النوع الاس كي هاينكس اللي هي المانيفاكتشر بتاعها والتيم جروب. وزي ما انت شايف السي ال هنا زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. تمام. وزي ما انت شايف السي ال هنا والارقام هتبقى مختلفه عن الرام الباتريوت شويه، فدي مش عارف ممكن تسبب مشكله ولا لا، وده اللي هنعرفه من الاختبارات. تمام. فزي ما انت شايف السلوت 3 معانا بالشكل دوت كده، ومعانا في السلوت 4 اللي هي الرام الباتريوت. تمام. وهي من نفس الشركه اللي هي اس كي هاينكس، فده بنسبه كبيره مش هتعمل مشاكل. ولكن برضو زي ما انا قلت في اختلاف في الليتنسي او في السي ال، فمش عارف هتعمل مشاكل ولا لا. فزي ما انت شايف بشكل كبير الرامتين اشتغلوا زي الفل مفيش اي مشاكل، ولكن التجربه اللي هتبقى الاكبر اللي احنا لما نشغل الاكس ام بي هل هيبقى في مشاكل ولا لا. فزي ما انت شايف هنبدا ان احنا نعمل تيست ببرنامج الميموري تيست زي ما انت شايف اللي هو البرنامج دوت كده بالشكل دوت كده، وهنعمل تيست. انا بفضل ان انا اعمل 4 لوبس او 4 لوبس. تمام. زي ما انت شايف هو قرا الرامتين موديول 2 موديول 3. تمام. وزي ما انت شايف قرا الترددات بتاعتهم وقرا كل حاجه والبنك بتاعهم وسي ال 16 وكل حاجه زي الفل، فالدنيا زي الفل. فالبورده بالمناسبه اللي انا بستخدمها هنا هي الزد 270 الجي 3 او الجيمنج 3 اللي هي بتدعم الجيل السادس والسابع، والبروسيسور اللي عندي اي 3 6100. فزي ما انت شايف بالشكل دوت كده هنبدا ان احنا نعمل تيست ونسيبها مثلا حوالي نص ساعه ونشوف هل هيحصل مشاكل ولا لا. وعشان تبقى عارف الميموري تيست بتاع تيك باور اب هو من اقوى التيست اللي انت ممكن تعمله الرامات. زي ما انت شايف ان هو بياخد الرامات كلها، يعني حرفيا بياكل الرامات. وخليني افتح بس زيس بي سي عشان الرامات ما تبقاش متاخده من البرنامج بتاع الباك جراوند اللي هو الوول بيبر انجن، عشان يبقى الرامات متصفيه وكل حاجه فاضيه. فزي ما انت شايف بالشكل دوت كده احنا هبدا التيست وهسيبه نص ساعه وهشوف هل فعلا الرامات هتكرش او هل هتحصل اي مشاكل ولا لا. فزي ما انت شايف الاستخدام بتاع الرامات بدا يعلى خالص. تمام. زي ما انت شايف بالشكل دوت كده وهو بدا يضغط على الرامات. فزي ما انت شايف الرامات يعني بص هو يعتبر من اتقل التيست اللي انت ممكن تعمله على الرامات. تمام. فزي ما انت شايف هو بدا يعمل تيست هنا بالشكل دوت كده، وهنستنى بقى لحد ما يخلص. على ما اعتقد ده هتبقى اكبر تيست ممكن يعمله، ونستنى نشوف هل هيحصل اي مشاكل او اللي هيجي لنا شاشه زرقاء او هيحصل اي مشاكل في السيستم عندنا ولا لا. فخلينا نشوف بقى بعد الريزلت. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا التيست. وزي ما انت شايف البرنامج ضغط على الرامات جايب اخرها حرفيا. وزي ما انت شايف هنا البرنامج خلص 6 دورات بدون اي مشاكل. وزي ما انت شايف هنا زيرو ايرورز مفيش اي مشاكل. وهو ما خلصش السته، هو خلص الخمسه وشغال في السته عامه. ولكن انا هنا هدوس على ستوب تيست وهخلي البرنامج يقف. وزي ما انت شايف كده البرنامج حرفيا شغال زي الفل ومفيش اي مشاكل. فالتجربه الاولى ناجحه معانا، يعني ممكن تركب رامتين مع بعض بدون اي مشاكل، يعني من شركتين مختلفين مش هيحصل معاك اي مشاكل. فالتجربه الاولى معانا ناجحه بدون اي مشاكل. زي ما انت شايف تيست فينيشد ويز نو ايرور ديتكتد. تمام. فزي ما انت شايف التيست الاول زي الفل مفيش فيه اي مشاكل. فالمرحله الجايه اللي احنا هنجربها ان احنا هنفعل الاكس ام بي وهنجرب اللي هو كسر السرعه، وهنشوف هل فعلا هتحصل اي مشاكل ولا لا. بعد ما فتحنا الجهاز زي ما انت شايف قرا في الميموري معانا في 16 جيجا 3200 هرتز، فيعتبر كده الاكس ام بي اتفعل معانا ميموري تيست، ونشوف هل هيحصل اي مشاكل ولا لا. زي ما انت شايف هنا هو برده قرا التردد بتاعهم 3200 و3200، فزي ما انت شايف بنفس الشكل. فخلينا بقى نجرب ونشوف هل هيحصل مشاكل ولا لا. لكم بعد التيست مع الاكس ام بي. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد هنا هو خلص الخمس مراحل او 5 دورات من التيست، وفي المرحله السادسه او في الدوره السادسه. وزي ما انت شايف برده ده التيست شغال معانا. فيعتبر المرحله دي او اللي فكره اللي انت تجيب رامه من شركه ثانيه ورام من شركه ثانيه وتركبهم مع بعض بس الاثنين يبقوا نفس التردد تقدر تعتمدها، لان اللي يعتبر
فيعتبر كده الرامتين ستيبل مع بعض مع الاكس ام بي ومن غير الاكس ام بي، فيعتبر كل حاجه يعتبر ستيبل والدنيا زي الفل. فزي ما انت شايف عزيزي المشاهد في المرحله الثالثه او في التجربه الثالثه معانا احنا هنجرب كده تجربه غريبه، وهي رامتين على دول تشانل من نفس النوع مع رامه غريبه اللي هي التي فورس اللي هي الار جي بي. زي ما انت شايف الرامتين دول على الدول تشانل زي ما انت شايف، اللي هو مثلا ممكن تعلمهم بالكليبس الاحمر ده. زي ما انت شايف الكليبسين اللي هم الاثنين زي بعض على الدول تشانل اللي هي الرامه الباتريوت مع الباتريوت والرامه التي فورس لوحدها. فزي ما انت شايف هنشوف هل هيحصل مشاكل، وهل لما نفعل الاكس ام بي برضه هيحصل مشاكل ولا لا. فخلينا نعيد الجهاز ونشوف ايه اللي هيحصل. وزي ما انت شايف خلينا نخش على البايوس، والجهاز هنا فتح بدون اي مشاكل على طول. وبعد كده هنفتح ونعمل برضو نفس الفكره التيست والحاجات بتاعتنا كلها. ورجعنا لكم بعد التجربه الثالثه ونتيجه التجربه الثالثه. ونتيجه التجربه الثالثه برضو تعتبر ناجحه وعدت التيست بدون اي مشاكل. زي ما انت شايف هنا زيرو ايرورز، كل حاجه زي الفل، يعتبر عادي جدا بدون اي مشاكل. وبرضو عمل 5 دورات وفي الدوره السادسه، ولكن هندوس هنا ستوب تيست وبعد كده هنقول له شكرا. تمام، فيعتبر كل حاجه تمام وزي الفل. المرحله بقى الجايه ان احنا هنعمل الاكس ام بي وبرضو نجرب نفس التيست. وجينا بعد ما خلص مرحله التيست و5 دورات برضو نفس الفكره وبرضو بدون اي مشاكل، ما حصلش اي اخطاء، ما حصلش اي ايرورز. وزي ما انت شايف مفيش اي مشكله مع الاكس ام بي، وفعلنا الاكس ام بي والرامات شغاله زي الفل زي ما انت شايف بتردد 3200 ومفيش اي مشاكل خالص والدنيا زي الفل. فهندوس ستوب تيست وبعد كده نركب الرامه الاخيره او القطعه الاخيره معانا اللي هي التي فورس. تمام، ونجرب هل هيحصل اي مشاكل، واظن ان النتيجه متوقعه مش هيحصل اي مشاكل. فزي ما انت شايف عزيزي المشاهد كده دلوقتي احنا ركبنا الرامه الفايبر الاولانيه والثالثه فايبر، وبعد كده اللي هي التي فورس اللي هي الار جي بي الثانيه والرابعه. كده الرامتين الار جي بي على الدوليت شانل والرامتين اللي هم الفايبر على الدوليت شانل. وكده احنا معانا الفور سلوتس راكبين ورامتين من نوع واحد ورامتين من نوع تاني. فاعتبر كده دي التجربه اللي معظمنا كلنا بيتجه ليها لما بيجي يطور رامات، ان هو يجيب كيت جديد او حاجه زي كده. تمام، فدي هتبقى التجربه الفيصل والنهائيه. فخلينا بقى نجرب مره بدون الاكس ام بي ومره بالاكس بي. فزي ما انت شايف عزيزي المشاهد دلوقتي الرامات قرت معانا 32 جيجا رامات والتردد 2400 اللي هو من غير الاكس ام بي. وزي ما انت شايف الرامات بالترتيب دوت. تمام، اللي هو الزيرو اللي هو اول واحد. تمام، في الرامه اللي هي الباتريوت، وبعد كده معانا الرامه اللي هي التيم جروب اللي هي الار جي بي، وبعد كده الباتريوت، وبعد كده الار جي بي اللي هي التيم جروب. فدول شغالين على الدوليت شانل ودول شغالين على الدوليت شانل، فاعتبر كله كده اندر كنترول. وبعد كده هنعمل التيست بتاعنا. تمام، فزي ما انت شايف الدنيا زي الفل 32 جيجا رام وهنعمل التيست. فخلينا نبدا التيست، وبعد ما نعمل التيست ارجع لكم ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. وملحوظه حصلت معايا وانا بتست في البرنامج زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، وانا بعمل التيست طبعا التيك باور اب اللي هو الميموري تيست طبعا ما اشتغلش كويس مع ال 32 جيجا رام، مش عارف ليه، وقريت ان دي مشكله فيه اصلا. تمام، مشكله بسبب الابلكيشن مش بسبب الرامات. وزي ما انت شايف الايرور اللي جابه اللي هو ميموري لوك فيلد، وكنت ملاحظ اصلا ان هو مش مستخدم الرامات كلها، يعني هو مش مستخدم ال 32 جيجا رام. فزي ما شايف هو بيعمل الوكيتنج ان هو المفروض بيعمل ديتكت للرامات كلها، بيجي عند 16 جيجا وما بيكملش. زي ما انت شايف واقف عند 16 مع انه كان شغال مع ال 24 جيجا مفيش اي مشاكل، يعني كان قايل 24 جيجا، مش عارف ليه لما حطيت ال 32 جيجا بقى المشكله دي. فببساطه جدا هنلغيه اصلا، وبعد كده نروح للايدا 64 ونستخدمه عادي جدا. وزي ما انتم شايفين يا جماعه بعد اختبار نص ساعه من الايدا 64 زي ما انت شايف اكتر من نص ساعه بشويه النظام كله يعتبر ستيبل، مفيش اي مشاكل ولا ظهرت اي ايرورات ولا اي حاجه حصلت، فيعتبر الدنيا في السليم. فهنشغل نظام الاكس ام بي زي ما انت شايف، احنا مش مشغلين الاكس ام بي، هنشغل الاكس ام بي ونجرب ونعمل تيست تاني ونشوف هل هيحصل فرق او السيستم مش هيبقى ستيبل ولا هيحصل اي حاجه. فزي ما انت شايف يعني من الاخر التيست زي الفل ومفيش اي مشاكل، حتى مع ال 32 كيت بالشكل اللي هو واحده ار جي بي وواحده من ماركه ثانيه وواحده ار جي بي وواحده من شركه ثانيه، فيعتبر كل حاجه زي الفل وممكن تدمج ما بين شركتين مفيش اي مشكله. فهنعمل ستوب للتيست بعد كده، وبعد كده نرستر ونشغل الاكس ام بي وبعد كده نعمل التيست مره ثانيه. وبكده عزيزي المشاهد نكون جينا لاخر اختبار، وهو الاختبار الكيت ال 16 مع ال 16 من ماركه ثانيه وماركه ثانيه ومع تفعيل الاكس ام بي. زي ما انت شايف برفورمانس 3200 هرتز و32 جيجا رامات زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. واحب اقول لك ان السيستم ستيبل مفيش اي مشاكل بتست الايدا 46 او الايدا 64، والتست استمر معانا نص ساعه
وبدون اي مشاكل وباستقرار تمام، مفيش اي مشاكل حصلت. فبكده عزيزي المشاهد يكون دي هي نهايه الفيديو معانا، واللي انت تقدر تستخدم اي كيت يجيلك عادي جدا بدون اي مشاكل. زي ما انت شايف مستخدمين واحده ار جي بي مع الباتريوت، وبعد كده ار جي بي وبعد كده باتريوت، والاثنين على الدولي تشانل. يعني كل رقمه او كل كيت على الدولي تشانل مفيش اي مشاكل، والدنيا شغاله زي الفل مع الاكس ام بي والسيستم ستيبل، مفيش اي مشاكل حصلت. فبكده عزيزي المشاهد لو انت مش لاقي نفس الشركه بتاعه المصنعه او نفس الشركه اللي انت شاري منها كيت الرامات، تقدر تشتري كيت تاني من شركه تانيه عادي، مفيش اي مشاكل. وكمان اهم حاجه ان هم يبقوا نفس التردد. والتست بتاعي كان على منصه انتل. الناس اللي كانت بتقول ان انت لازم تجيب الرامات بتاعتك كلها نفس الماركه او نفس الشركه، لا مش شرط، عادي جدا ان انت تجيب من كذا شركه، ولكن الرامات تبقى متوافقه مع بعضها. عاملين ايه؟ انا راجع لكم من المستقبل وجاي اقول لكم ان فعلا حصل مشاكل. طبعا ده اللي انت متوقع تسمعه، ولكن لا، ما حصلش مشاكل ولا اي حاجه. وحابب اقول لك اني بعد استخدام حوالي 4-5 ايام من الاستخدام العادي بتاعي، وكمان الفيديو ده متمنتج على الكيت ال 32 بالاكس ام بي عادي جدا، وما حصلش معايا اي مشاكل، ما حصلش معايا اي مشاكل نهائيا، ولا واجهت اي مشكله خالص في السيستم. وكمان يعني عادي قعدت العب على الجهاز، وكمان جربت الالعاب وجربت حاجات كتير، واستخدامي العادي جدا مفيش اي مشاكل ظهرت معايا. وكمان استخدمت برده شويه ريندر على الافتر افكت، والافتر افكت اصلا من البرامج اللي بتستهلك الرامات بشكل كبير جدا، وبرده ما واجهتش اي مشاكل. فلا، تقدر تعتمد الموضوع جدا ومفيش اي مشاكل. ولو مش لاقي الكيت بتاعك تقدر تشتري كيت تاني وتستخدمه عادي جدا، مفيش مشاكل. ولكن زي ما قلت لك اهم حاجه ان هم يبقوا نفس التردد وتستخدمه عادي جدا. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب. وعارف ان الفيديو ده طويل وما كانش متجهز قوي، ولكن انا حاولت ان انا اقدم لكم المعلومه زي ما هي كده، وحاولت ان انا الخص الموضوع في الاخر عشان ما اطولش الفيديو جامد قوي. ولكن زي ما انت شايف النتيجه كلها واحده، وكل النظام مستقر في كل الاحوال. ولكن اهم حاجه زي ما قلت لك التردد يبقى واحد عشان ما تواجهش معاك مشاكل مش اكتر يعني. وبدون كلام كتير ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي، واتمنى ان انت تكون استفدت.